بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الرابع الابتدائي، السادة الأفاضل أولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد إن شاء الله الدرس الثاني في منهج الترم الأول، هو تغير القيم المكانية. هنتعلم في الدرس ده وناخد قيمة كل رقم في كل خانة من دول، وكمان هنفهم السبب اللي خلانا قلنا على الرقم ده بكام، هنفهم السبب ليه، وهنحل أسئلة كتاب سلاح التلميذ. وفي آخر الدرس إن شاء الله بعد ما نكون فهمنا كل الأفكار هنحل أسئلة من الإدارات التعليمية اللي جت في امتحانات السنتين اللي فاتوا على الدرس ده. كلنا عارفين من قبل كده، لو أنا قلت لك 4 في الآحاد بكام هتقول لي أنا عارف أن أي رقم في الآحاد زي ما هو 4 في الآحاد ب4. لو سألتني 5 في الآحاد بكام أقول لك برضه ب5. طب لو سألتك 4 في العشرات أكيد هتقول لي اسمها عشرات، يبقى الواحد ب10، يبقى 4 في العشرات ب40. طب 4 في المئات هتقول لي برضه ب400، والكلام ده خدناه قبل كده. طب عايزين نفهم ليه قلنا على 4 في الآحاد زي ما هي 4؟ لأن أنا هنا يا جماعة بضرب 4 في الآحاد دي كأني ضربت في واحد، وأنا عارف إن الواحد مش بيغير قيمة أي رقم. لو أنا قلت لك 5 في واحد هتقول لي ب5، 6 في واحد ب6. طب في العشرات يبقى ضربنا في كام؟ هي اسمها عشرات، يبقى ضربنا في 10. يعني لما اجي اقول لك 4 في العشرات تقول لي معناها 4 في 10 طالما اسمها عشرات. ولما نيجي نضرب اي عدد في 10 بنزل العدد زي ما هو، ال4 زي ما هو، وانزل الصفر بتاع العشرة. يبقى جت 4 في العشرات ب40 لأن ضربتها في 10. 4 في 10 ب40. طب 4 في المئات هتقول لي اسمها مئات، يبقى أكيد ضربنا الأربعة دي في 100. طب لما تضرب في 100 بتنزل كام صفر قدام العدد؟ بنزل صفرين. يبقى أنا هنزل الأربعة وانزل الصفرين بتوع 100. يبقى 4 في 100 ب400. يبقى 4 في المئات ب400. وجت منين؟ لأن هنضرب الأربعة دي في 100. بنفس الشكل لو قلت لك 4 في الألوف قول لي ألوف، يبقى هضرب في 1000. 4 في 1000 ب4000. طب في عشرات الألوف كبير عليك شوية، قسمها كلمة كلمة. تعال نشوف كلمة عشرات الألوف مكونة من كلمة عشرات وألوف. امسكها كلمة كلمة. قول لي 4 في العشرات بكام؟ يعني هضرب في 10. الأربعة دي هضربها في 10 تبقى ب40. طب لما تبقى عشرات ألوف، مش احنا قلنا العشرات هنضرب في 10 والألوف بنضرب في 1000؟ يعني أنا ال10 دي هحط قدامها التلات أصفار بتوع ال1000 تبقى 10000. يبقى 4 في 10000 تقول لي ب40000، وهنحل كل المسائل عليها دلوقتي. نفس الكلام في مئات الألوف، وتعالى نفهمها بالمثال. أول حاجة هنا بيقول لي قيمة الرقم 4 في الآحاد. زي ما اتفقنا 4 زي ما هي. أقول له ليه؟ أقول له لأن الأربعة في الآحاد دي أنا بضربها في واحد. أي رقم في الآحاد بضربه في واحد، وأربعة في واحد هي ب4. عشان كده قيمة الرقم 4 في الآحاد هي 4. طب قيمة الرقم 4 في العشرات أقول له 40. جت منين؟ أقول له لأن أنا في العشرات بضرب في 10. الأربعة اللي أنت عايزها دي هضربها في 10 فتبقى 40. هنزل الأربعة والصفر بتاع العشرة فتبقى 40. طب خلاص قلناها دي. قيمة الرقم 4 في المئات أقول له 400. ليه؟ عشان اسمها مئات، يبقى أكيد ضربت في 100. مفرد مئات 100. يبقى الأربعة دي أنت ضربتها كده في 100 واحدة، يعني في 100. وأربعة في 100 هنزل الأربعة وازود قدامها الصفرين بتوع 100 فتبقى 400. طب قيمة الرقم 4 في الألوف أقول له ألوف يبقى ب4000. وما ننساش كده بعد أول 3 أرقام أحط فاصلة. ليه جت ال4000 دي؟ أقول له لأن أنت قلت لي في الألوف، يبقى ضربت الأربعة دي في 1000. ولما بضرب أي عدد في 1000 ال1000 فيها 3 أصفار، يبقى هنزل قدام الأربعة دي التلات أصفار بتوع ال1000 تبقى 4000. طب قيمة الرقم 4 في عشرات الألوف زي ما اتفقنا.
هو بيسألني على عشرات الألوف يعني كلمتين، أنا هقسمها كلمة كلمة. أقول له 4 في العشرات بس ب40، كتبت 40. طب دي لما تبقى في العشرات العادية بتبقى ب40، لسه قايلينها فوق أهو. طب لما تبقى في عشرات الألوف تبقى برضه ب40، بس عشان دي عشرات ألوف يبقى ب40,000، محتاج أحط قدام ال40 كمان 3 أصفار، فبقت كده 40,000. إيه السبب؟ أقول له عشان أنت قلت لي عشرات ألوف، يبقى ضربت الأربعة في العشرات إن هي 10، وعشان عشرات ألوف يبقى هزود لها ال3 أصفار بتوع ال1000، يبقى أنا كده ضربتها في 10,000. و4 في 10,000 هنزل الأربعة، والأربع أصفار بتوع ال10,000 دول 1 2 3 4، وأحط فاصلة بعد 3 أرقام. يبقى كده 4 في عشرات الألوف ب40,000. طب 4 في مئات الألوف برضو كلمتين مش كلمة واحدة، امسكها كلمة كلمة. 4 في المئات العادية لسه قايلينها ب400، فأنا عشان هي في المئات هكتبها 400. طب لما تبقى مئات ألوف برضو 400، بس طالما ألوف يبقى 400,000. الألف بحط 3 أصفار قدام ال400، فبقت كده 400,000. السبب أقول له لأن أنا ضربت الأربعة دي في 100,000. جت منين ال100,000؟ أنت قلت لي مئات يبقى في 100، ومئات ألوف يبقى في 100,000. أزود كمان 3 أصفار يبقى 4 في 100,000، أقول له ب400,000. جت منين برضو؟ بنزل الأربعة والخمس أصفار فتبقى 400,000. طيب الملايين عشان ما تزعلش، بيقول لي الأربعة في الملايين، أقول له أنا عارف أن بيت الملايين أحد الملايين فيه الواحد بمليون، الاتنين ب2 مليون. طب الأربعة أقول له ب4 مليون. أنا نطقت 4 الأول، وكلمة بعد كده مليون احنا عارفينها بنزود لها 6 أصفار، يبقى كده 4 مليون. ليه؟ لأن انت ضربت لي الأربعة دي في مليون طالما انت عايزها في الملايين. وتعالى نفهم أكتر بمثال كمان. عايزك في المثال ده من غير ما نضرب، عايزين نحلها كده بمجرد النظر. بيقول لي ما قيمة كل مما يلي؟ 3 في عشرات الملايين. أقول له ال3 هو زي ما هي، وعشرات الملايين دي مكونة من كلمتين، أنا همسكها كلمة كلمة. 3 في العشرات، العشرات العادية بتاعت سنة أولى وتانية، أقول له 3 في العشرات ب30، يبقى أنا كده كتبت 30. طب هي عشرات الملايين، يبقى قدام ال30 دي عايز أحط المليون أن هو 6 أصفار، يبقى كده بقت 30 مليون. طب 9 في المليارات، أقول له المليارات ما خدناش فيها غير أحد المليارات، أن هو الواحد بمليار. طب المليار ده فيه كام صفر؟ فيه 9 أصفار. يبقى أنت لما تيجي تسألني 9 في المليارات بكام؟ أقول لك ب9 مليار. 9 اهو كتبتها، ومليار هنقسمها كده 9 أصفار، كل 3 أصفار بحط فصل، يبقى كده بقت 9 مليار. طب 5 في مئات الملايين كلمتين، قسم كده كلمة كلمة. 5 في المئات العادية خالص، أقول له ب500. طب مئات ملايين برضو ب500، بس 500 إيه؟ 500 مليون. طيب المليون بحط له كام صفر؟ 6 أصفار، 3 هم وادي 3، فبقت كده 5 في مئات الملايين ب500 مليون. ال6 أصفار دول أقرأهم مليون. قبل ما نحل المثال ده تعالى كده أسألك سؤال. لو أنا قلت لك أنا هدي لك 10 جنيه، جيت أنت رديت عليا كده قلت لي لا أنا مش عايز 10 جنيه، مش هتعمل معايا حاجة، أنا عايز 5 عشرات. السؤال بقى، ال5 عشرات اللي أنت تقصدهم دول أنت عايز كده كام؟ أكيد هتقول لي 5 عشرات يعني 50 جنيه. طب جت منين ال50؟ لأن كلمة 5 عشرات أنت كده ضربت ال5 في 10. 5 في 10 بنزل ال5 وقدامها الصفر بتاع ال10 فبقت 50. طب نكبرها شوية، هقول لك هدي لك 100 جنيه، تقول لي لا أنا عايز 5 مئات.
500 يعني كام؟ تقول لي يعني 500. جت منين؟ اقول لك 500 يعني 5 في 100، و5 في 100 ب500. هو ده اللي هنعمله بالظبط في المثال ده. هنا بيقول لي انا عايز 30 10. العشرة الواحدة فيها كام صفر؟ فيها صفر واحد. يبقى كل اللي هعمله انزل ال30 وهضرب ال30 دي في 10. بدل ما تضربها في 10 انا عايزها بمجرد النظر. ال10 نزود لها صفر، 100 ازود صفرين، 1000 عشان ال1000 فيها 3 اصفار ازود 3 اصفار. طب هنا بقى بيقول لي انا عايز 800 10. اقول له يعني انت عايز 800 مضروبة في 10، يعني ال 800 دي هزود لها كمان الصفر بتاع العشرة، بقت كده كام؟ 8000. طب رقم جيم بيقول لي عايز 665 10. اقول له يعني انت عايز 665 زي ما هي، والعشرة يعني هنضرب في 10 يعني هزود صفر بتاع العشرة. وقسم كده بعد 3 ارقام من اليمين اعمل فاصلة واقرأ العدد. هتقول لي 6000 عشان دي 6 في بيت الالوف، يبقى 6650. طب نيجي هنا عايز 20 100. هقول له ال20 زي ما هي. انت عايز 20 100 يعني هضرب في 100. ال100 فيها صفرين، يبقى 20 100 كتبت ال20 وازود الصفرين بتوع ال100 واقسم كده بعد 3 ارقام هتلاقيها ب2000. طب عايز 700 100. بنفس الفكرة ال700 هتنزل زي ما هي، وانت عايز 700 100 يعني عايزنا ازود لك على ال700 الصفرين بتوع ال100 وقسم كده تبقى 70000. طب تعال نكبر بمثال تاني. انا عايز 65000. تقول لي برضو نفس الفكرة، هنزل ال65 وانت عايزها 1000 مرة يعني هضربها في 1000. طب ال1000 مش واحد وقدامه 3 أصفار؟ خلاص يبقى ال65000 بعد ما هكتب ال65 أحط لها ال3 أصفار بتوع ال1000 تبقى 65000. نفس المثال اللي فات بس بطريقة مختلفة. عايزين نتفق الأول، أول ما أشوف كلمة أمثال أو أضعاف هي بنفس المعنى. لما يجي يقول لي 10 أمثال العدد 7 يعني هو عايز ال7 دي 10 مرات. كأني كتبت لك أنا عايز 7 عشرات. يبقى أمثال أو أضعاف أنا بضرب. لما أقول لك 10 أمثال العدد 7 يبقى أضرب العدد 7 في 10. 7 في 10 أقول له 70. أهو 7 في 10 نزلت السبعة والصفر بتاع العشرة فبقت 70. طب 10 أمثال العدد 2 أو 10 أضعاف العدد 2 أقول له برضه هضرب العدد 2 في 10. 2 في 10 ب20. 10 أمثال العدد 28 أقول له برضه ال28 عايز 10 أمثالها أو 10 أضعافها يعني هضربها في 10. فال28 لما تتضرب في 10 هنزل ال28 زي ما هي وازود عليها الصفر بتاع العشرة تبقى 280. طب 10 أمثال العدد 43 أقول له برضو 43 زي ما هي وانت عايز 10 أمثالها يعني هضربها في 10 يعني ازود لها صفر تبقى 430. 10 أمثال العدد 140 خلاص فهمناها، هنزل ال 140 وانت عايز 10 أمثالها يعني هضربها في 10 يعني ازود قدامها كمان صفر تبقى 1400. طب تعال نكبرها شوية. قلت لك مثلا انا عايز 100 ضعف العدد 45. زي ما عملنا في 10 هنعمل في 100. انت عايز 100 ضعف ال 45 يعني عايزنا اضرب لك ال 45 في 100 طالما عايز 100 ضعفها. ولما اضرب ال 45 في 100 هنزل ال 45 وقدامها الصفرين بتوع ال 100 تبقى 4500. بنفس الفكرة لو طلبت منك 1000 ضعف عدد اضرب العدد في 1000 يعني نزل قدام العدد 3 اصفار بتوع ال1000. في المثال ده عكس اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية.
لو انا من شوية كده عشان افكرك قلت لك انا عايز 800 عشرة، كنت بتقول لي انزل ال 800 واحط لها الصفر بتاع العشرة فبقت 8000. دلوقتي بقى عكسها، مديني ال 8000 وبيقول لي هي كام عشرة. في المثال ده لو انت عايز كام عشرة يعني انت كاتب لي العشرة بالعربي كده، انا كل اللي هعمله ان انا اشيل صفر من العدد اللي انت مديهولي. ليه شلت صفر؟ الصفر ده هو اللي انت ضربت من الاول في 10، فانت عايز كام عشرة اقول له شلت منه صفر فبقى 800. تعال اتأكد انا صح ولا غلط كده. 800 عشرة، المفروض ال 800 اكتبها زي ما هي واحط لها الصفر بتاع العشرة ففعلا تبقى 8000 زي ما هو مديهالي. يبقى هو لو مديني في الإجابة 10 أو 100 أو 1000، أنا أروح في السؤال أشطب صفر أو صفرين أو 3 أصفار. زي في السؤال رقم باء بيقول لي 54600 فيها كام مئة؟ أقول له فيها كام مئة؟ يبقى أنت عايزني أشطب لك صفرين بتوع المية. بقى عندي كده إيه؟ 546. اقول له كده هي فيها 546 100. عايز اتاكد، اخد ال 546 دي على جنب كده واشيل 100 احط مكانها صفرين هيديني اللي هو مديهولي في السؤال. طب رقم ج 17000 فيها كام الف؟ اقول له 1000 انت كاتبها لي بالعربي، انا هشيلها من هنا، اشيل 3 اصفار، باقي كام؟ باقي 17. حتى انا لو قرأتها كده بالارقام هي الاول كانت 17000، انا كتبتها 17 وهو كاتب لي 1000 فهي. طب هنا بيقول لي 250 عشرة فيها كام مئة؟ اقول له ده انا محتاج اعدل الكلام اللي في السؤال ده الاول، وبعد ما اعدله ابقى اشوف لك فيها كام مئة بان انا اشطب منها صفرين. يعني ده سؤال مركب. الاول عايز اعرف 250 عشرة، زي ما اتفقنا من شوية نزل ال 250 وشيل 10 دي حط مكانها صفر فبقت كده 2500. كأنه بيسألني ال 2500 فيها كام مئة؟ اقول له طالما انت عايز هنا بالعربي 100 هشطب لك الصفرين بتوع ال100 يتبقى لي كده 25. اقول له فيها 25 100. طب هنا نفهمها اكتر، 400 عشرة فيهم كام الف؟ اقول له قبل ما اشطب لك التلات اصفار بتوع الالف عايز احول دي 400 عشرة، يعني هنزل ال 400 و10 بحط لها صفر فبقت 4000. انت عايز تسألني ال 4000 فيهم كام الف؟ اشيل التلات اصفار بتوع الالف يبقى باقي معايا 4، يبقى اقول له فيها 4000. دلوقتي هنحل الاسئلة اللي جت على الدرس ده في امتحانات الادارات التعليمية على السنتين اللي فاتوا. بس عايزين نتفق مع بعض كده كل درس هنعمله هنحل في اخره اسئلة جت في الامتحانات اللي قبل كده. بس انا عايزك عشان تطلع باكبر استفادة توقف الفيديو وكل صفحة همشيها انت حلها قبل ما اشرحها، شوفك فهمت الدرس وتقيم نفسك صح وتشوف انت فهمت ولا لا. بعد ما تحل الصفحة دي شغل الفيديو كمان وشوفني انا هحلها ازاي، ولو انت كنت صح ادي نفسك ممتاز ونجمة و10/10. لو انت كنت غلط افهم الصح وتعرف انت غلطت في ايه. لو عملت بالكلام اللي انا قلته ووقفت الفيديو وحليت الاسئلة، انا هبدأ دلوقتي اشرح الاسئلة وتصحح لنفسك. اول حاجة بيقول لي 10 امثال العدد 7. اقول له خلاص شرحناها، 10 امثال عدد يعني بضربه في 10، يعني ال7 دي هضربها في 10 فيديني 70. 7 واحط لها الصفر بتاع ال10. طب رقم 2 بيقول لي 3 عشرات. اقول له يعني مش 10 واحدة، دول 3، يعني 3 مضروبة في 10 ان هي 30. رقم باء. طب رقم 3 بيقول لي 250 100. اقول له يعني 250 وهضربها في 100 يعني ازود لها الصفرين بتوع ال100 فتبقى 25,000 ان هي الاجابة رقم ج. رقم 4 بيقول لي 10 امثال العدد 430. اقول له انا فاهم ان 10 امثال اي عدد يعني هنزل العدد ده، وطالما طالب مني 10 امثاله يعني هضربه في 10 ازود له صفر واحد
بقت 4300 ان هي برضو الاجابة رقم باء. ها، صححت لنفسك كده وتأكدت ان انت ممتاز وفهمت الدرس كويس؟ تعال نشوف صفحة كمان. برضو وقف الفيديو هنا وحلوهم لوحدك، وبعد كده بعد ما تحلهم شغل الفيديو تاني وشوف انت حليت صح ولا لا. بيقول لي 500 عشرة فيها كم 100؟ اقول له الاول ال 500 عشرة دي يعني 500، وطالما انت عايز 500 عشرة ازود عليها صفر تبقى 5000. انت بتقول لي ال 5000 فيهم كم 100؟ يعني هشطب لك كده صفرين بتوع ال 100، يبقى باقي معايا 50. يبقى ال 500 عشرة فيهم 50 100. رقم 6، 540 تساوي 54 ايه؟ 54 عشرة ولا 100 ولا 1000 ولا غير ذلك؟ اقول له ال 540 دي عبارة عن 54 وقدامها صفر، والصفر ده بيبقى في العشرة، يبقى هي 54 عشرة. رقم 7 بيقول لي العدد مين في دول يساوي 100 ضعف العدد 200؟ اقول له عشان احل السؤال ده ما انا ممكن اجاوبها من هنا، اعرف هو مين 100 ضعف العدد 200. زي ما اتفقنا 100 ضعف عدد يعني اضرب العدد في 100، فانت عايز 100 ضعف العدد 200، اقول له يعني ال 200 دي عايز نضربها في 100 يعني ازود لها الصفرين بتوع ال100، فكده العدد بقى 20000. يبقى اقول له العدد 20000 ان هو رقم د هو اللي 100 ضعف العدد 200. مع عمر مبلغ 4500 جنيه، وبعد عامين تضاعف المبلغ الذي معه إلى 10 أضعاف، فكم يملك عمر من المال؟ أقول له المبلغ بتاعه ده اتضاعف 10 أضعاف، يعني ضربته في 10، يعني هو نفس المبلغ هزود له الصفر بتاع ال10، فال 4500 هزود لها الصفر بتاع ال10، فبقت كده 45000 ان هي رقم باء. رقم 9 بيقول لي مين اكبر، ال 2010 ولا ال 20000؟ اقول له عشان اعرف اقارن اخلي ال 2010 دي بالارقام، ال 2000 زي ما هي وانت عايزها 2010 يعني هزود لها الصفر بتاع ال10، كده بقت كام؟ بقت 20000. وهنا كام؟ برضو 20000، يعني هما الاتنين يساووا بعض، يبقى هكتب هنا يساوي. نفس الكلام برضو لو صححت لنفسك الصفحة اللي فاتت، عايزك توقف الفيديو دلوقتي وتحل الصفحة دي لوحدك وتصححها لنفسك بعد ما تخلص حل من الشرح اللي هشرحه. بيقول لي هنا 32000 يساوي كام ألفا؟ انت عايز ألفا هنا بالعربي، يعني هشيل من دي 3 اصفار بتوع الألف، يبقى بقى عندي ال 32، يبقى اقول له تساوي 32000. رقم باء بيقول لي العدد مين يساوي 10 أمثال العدد 28؟ أقول له سهلة، 10 أمثال ال 28 يعني هي ال 28 وهضربها في 10، يعني أزود لها صفر، يبقى العدد 280 يساوي 10 أمثال العدد 28. رقم ج بيقول لي 10 أمثال العدد 890 ألفا. أقول له الأول أكتب 890 ألفا دي أنا هكتبها بالأرقام، يعني هشيل كلمة ألف دي وأحط مكانها 3 أصفار، 1 2 3، فبقت 890 وقدامها ال3 أصفار بتوع الألف. طب أنت عايز إيه؟ عايز 10 أمثالها، يعني أزود لها الصفر بتاع ال10، فكده العدد بتاعي أقسم 1 2 3 وأعمل فصل، 1 2 3 وأعمل فصلة، فبقت كده 8,900,000. رقم د عايز 500 عشرة، دي سهلة جدا، ال 500 زي ما هي و10 أحط لها صفر فبقت 5000. 500 عشرة يعني ضربت ال 500 في 10. طب عايز 1700 بس مش عايز الإجابة بتاعت 1700، هو بيقول لك هي فيها كام 10؟ أقول له يبقى الأول هجيب لك ال 1700، 17 وأحط لها الصفرين بتوع ال100، ده الإجابة بتاعت 1700، 17 وقدامها الصفرين بتوع ال100 يعني 1700. طب بيسألني فيها كام 10؟ أقول له يبقى هشطب لك منها الصفر بتاع ال10، باقي معايا كده 170. 170 10 هي ال 1700.
هنا نفس الكلام، سؤال مركب برضو. 670 100 يساوي كام ألفا؟ اقول له اجيب لك ال 670 100 الاول، ادي 670 وازود مكان كلمة 100 صفرين بتوع ال100. بيقول لي فيها كام ألفا؟ اقول له اشطب لك كده التلات اصفار بتوع الألف، يبقى باقي لي 67. يبقى اقول له فيها 67 ألفا. كده يبقى خلصنا كل افكار الدرس وحلينا عليه كمان من امتحانات السنين اللي فاتت. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا، واتمنى لكم كل توفيق. لو استفدت من الشرح وحابب تكمل باقي الدروس، كل اللي هتعمله ان انت تضغط اشتراك ببلاش خالص، تضغط لايك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد وغيرك يستفيد. اتمنى لكم كل توفيق واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.